مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. يا رب تكونوا كلكم بألف خير وبصحة وعافية يا رب. النهاردة هكلمكم عن منتج من منتجات الرخيصة بس نينجا، ونينجا بجد بصراحة يعني، وعن تجربة وعلى كفاءة عالية جدا. هو كريم سعره بسيط مقارنة بالأسعار الغالية دلوقتي. هما كده كده غلوه أساسا، بس يعني يعتبر سعره رخيص برضو. تمام. هو الكريم ده ايمو سوفت، هو كان ب17 جنيه، فدلوقتي غلوه في الصيدليات. الحجم اللي هو ال30 جرام خلوه ب20 جنيه. تمام. والحجم اللي هو ال15 جرام خلوه ب13 جنيه، من تقريبا 9 جنيه. تمام. اهو السعر القديم عليه اهو تقريبا واضح. لا استنى كده، ده اخره 25. شوف السعر القديم تقريبا مش مكتوب عليه السعر، بس انا كنت جايباه ب17 جنيه، يبقى الورقة اتشالت. تمام. هو مكتوب عليه اهوت كريم ملطف للجلد والمنطقة الحفاض اللي هو التسلخات، يعني بتيجي من الحفاض بتاعت البيبي. تمام. هو انا هقول لكم على استخداماته اللي انا جربتها، واللي كان الدكتورة مديهولي علشان كده. اولا هو مرطب شديد قوي للبشرة، وموحد للون البشرة. مجرد انت ما بتحطيه وبتوزعيه على بشرتك بتحسي، سواء ايدك او بشرتك، بتحسي ان ايدك يعني مترطبة قوي، زي ما بيقولوا كده حرير، ناعمة نعومة فظيعة. وغير كده بيغنيكي عن الفاونديشن. بتحطيه على بشرتك، بيوحد اللون بتاع البشرة ويخلي البشرة كده فيها لمعة جميلة. واللي احسن واحسن 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 من كل ده، وهو كان مكتوب لي علشانه، على فكرة انا مش جايباه من الصيدلية كده وخلاص، لا، انا رحت كشفت عند الدكتور وكتبت لي عليه. والله 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 ثلاثة بالله العظيم هيغنيكوا عن كريمات بال300 وال400 جنيه. واللي يجربه يكتب لي في الكومنتات ويقول لي رأيه فيه ايه بأمانة. اظن يعني بصوا، انا مش محتاجة اكدب عليك واعمل فيديو شو والكلام دوت عشان خاطر الم مشاهدات والحاجات دي. تمام. يعني اي نعم احنا قناة لسه جديدة، بس اللي مش محتاجة الم شو، انا بتكلم تجارب بامانة وتجارب صحيحة. واظن الكومنتات عندي بتقول كده، ان انا ما بطلعش باي منتج اقول عنه الا غير لما يكون مجرباه وشفت نتيجة من تجربته كويسة ترضيني وترضي اللي هيجربوه من بعدي. تمام. فانا بقولك الكريم ده هيغنيكي عن كريمات مش هتصدقي مفعوله. كريمات معدية 300 400 جنيه، ممكن ال500 كمان وتفوق. كريمات اسم لكن مش فعل. الكريم ده رغم انا جايباه ب17 ودلوقتي حاليا ب20. تمام. ده هيغنيكي عن واقي الشمس اللي هو سان سكرين. جربي مش هتخسري حاجة. اظن 20 جنيه ما بتجيبش حاجة. جربي وشوفي، ويا ريت لما تجربيه اكتبي لي كومنت كده حلو وقولي رايك فيه ايه بامانه. وما تنسيش تدعيلي. ده حطيه على ضمانتي، وزعيه على بشرتك شويه واستني من 5 دقايق ل10 دقايق، لان انت بمجرد ما بتحطيه بيعمل زي لون ابيض كده على البشره. 5 دقايق البشره بتتشربه، وكده كده انت لما بتحطي الصن سكرين ما بتنزليش على طول، بتستني شويه. حطيه على بشرتك ووزعيه واستني شويه لغايه ما بشرتك تمتصه، وانزلي وشوفي النتيجه ايه. اقسم بالله العلي العظيم هيغنيكي عن كريمات غاليه جدا وعن تجربه. واظن ده مش رايي انا، ده راي الدكتوره اللي كتبته لي، لان قلت انا كنت بستعمل كريمات غاليه ووشي بيتحرق من الشمس. فكتبت لي على ده. وقت ما جبته كان ارخص من 17. فانا استغربت ايه ده اللي هيعمل ده، منطقة الحفائض بتاع البيبي والكلام، ايه اللي هيعمل ايه ده. فانا جربته والله تحفة تحفة، انا عمري ما اقدر استغنى عنه. ويا ريت اللي يجربه يكتب لي ويقول لي. وفي نهاية الفيديو بقى ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. كانت معكم سحر في المطبخ من تجارب
رخيص بس نينجا. جربوه وقولوا لي. مع السلامة.